هل أسلم مايكل جاكسون؟ وإيه علاقته بالماسونية؟ ده اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة. قبل ما نتكلم عن حقيقة إسلام مايكل جاكسون وعلاقته بالماسونية وهل كتلة عندنا أم لا، خلينا نتكلم عن البيئة اللي خرج منها. مايكل جاكسون اتولد 29 أغسطس سنة 1958 وكان ترتيبه الثامن بين إخواته التسعة. أبوه اسمه جوزيف وكان راجل عنيف وبيضربهم ضرب مؤذي، وكانوا عيلة فقيرة جدا. لكن على أول الستينات جوزيف لاحظ إن ابنه جاكي وتيت وجيرمايل صوتهم حلو جدا، قال لنفسه سبوبة وجات من عند ربنا، خصوصا ان جوزيف كان نفسه يطلع مغني وفشل، وبدأ يعمل فرقة بولاده الثلاثة ويلف بيهم مع كازونات والنوادي، وهم فعلا كانوا موهوبين وبيعجبوا الناس، تحديدا جيرمايل اللي كان مغني الفرقة. على سنة 63 دخل مايكل جاكسون معاهم الفرقة وكان عمره 5 سنين، انما كان فيرود مش بس بيغني، كمان بيرقص، وبيرقص احسن من اخواته وبيغني احسن من اخوه جيرمايل.